ازاي حصل لي هاك. اولا اتحصل لي بطريقه ساذجه جدا، انا اللي كنت غلطانه فيها. في ميل بيتبعت وهمي باسم ميتا او انستجرام او فيسبوك او ايا كان اسم ايه. اوعوا تفتحوا الميلز دي، اوعوا 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 تفتحوا الميلز دي. الميلز دي بتجيلي كتير جدا وانا عمري ما كنت بفتحها، ولكن هو جالي في وقت انا كان عندي في وقتها مشكله وكنت متلخبطه وفتحتها وخلاص. كمان فتحت للاسف الميل، جه كود دخلته طار. المهم في الوقت ده ان انتوا تتصرفوا بسرعه، تلجأوا لحد مختص، بس يكون مختص موثوق فيه بسرعه، لان هو بيتصرف تصرفات خلي بالكم هو كمان سريعه. يعني انا النهارده دخلت لقيته شال كل الناس اللي انا كنت عاملها فولوينج، لان الناس دي هي اللي كانت هتساعدني ان انا ارجع الاكونت، هو اصلا شالهم من عندي. تمام. عمل حاجات كتيره، مكلم ناس كتيره، وكمان كان عارض الاكونت للبيع، وكان عامل حاجات كتيره قوي كده بحيث ان هو يلحق يستفيد بسرعه من الاكونت. فلازم انت كمان تكون خطواتك سريعه عشان توازي خطواته هو كمان. عايزه اقول لكم ان هو كان هاكر حنين قوي، كان بيبعت لي على الواتساب انت عامله ايه واخبارك ايه، وبيحاول يستفزني، بس انا كنت هاديه جدا 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 يعني. فخليكم دايما عارفين ان تعبكم ومجهودكم ابدا عمره ما هيروح هدر، ابدا تعبك عمره ما هيضيع. وحتى لو هتبتدي من الاول، وانا امبارح كنت خلاص اقلمت نفسي ان انا هبتدي من الاول، وعادي اللي ابتدى مره هيبتدي 20 غيرها، بس الصدمه احيانا بتكون قويه وبعدها. انا عايزه اقول لكم تخلوا بالكم من كل الميلز اللي بتجيلكم، سواء بتجيلكم باسم ميتا او باسم فيسبوك او باسم اي حاجه شبه الحاجات دي كلها لازم تدخلوا وتشوفوا الميل جاي منين. يعني ممكن الصوره من بره تبقى فيسبوك او انستا او ميتا او واللي باعتها هو هاكر، واصلا انستا وفيسبوك مش هيبعتوا لك ايميل زي كده. هو كان غلطه كبيره جدا مني ان انا وافقت على حاجه زي كده. بس في حاجه ثانيه حصلت معايا قبل كده، وحصلت مع حد تاني برضه بعت لي امبارح انها حصلت معاه، وخصوصا على فيسبوك. بتتبعت لك رساله فيما معناها ان هو حد عايز يكون سبونسر ليك، يعلن على حاجات عندك مقابل ان هو يديك مبلغ من المال. انا عشان ما بوافقش على اعلانات اصلا ما وافقتش على المسج دي، لكن للاسف كان في حد تاني هو اوريدي اصلا شغله كله اعلانات وافق على المسج دي، وبالتالي الصفحه اتاخدت منه في ساعتها. فخلي بالك كويس جدا. انا عاوزه انصح بقى كل البنات، يا ريت ما يبقاش في اي معلومات خاصه بيكي موجوده على الاكونت بتاعك. يعني الشات اللي بينك وبين صاحبتك بلاش يكون على السوشيال ميديا خالص. انا عموما اي حد بيكلمني ما بحبش خالص خالص افتح معاه مجال الحديث على السوشيال ميديا، دايما بكون بتكلم معاه برايفت، يا اما في التليفون يا اما كمان على الواتساب. لكن الكلام على السوشيال ميديا على اي منصه ما بحبش، لان كل المنصات دي في الاول وفي الاخر معرض ان انت تحط الموقف ده فيها. صورك الشخصيه، كلامك مع اصحابك، الهزار اللي بينك وبين اصحابك، اي كلام غير الكلام الفورمال اللي هو ليه علاقه بالاكونت بتاعك بلاش منه خالص.